انت بتكلم مصريين الكلام ده تقوله في اليابان. طيب هو الموضوع مش كده بالظبط، يعني انت ممكن تكون وصلت لك الرسالة اللي انا عايز اوصلها غلط. كنت قريت في كتاب اسمه The Seven Habits of Highly Effective People لستيفن كوفي. كان بيقول لك ايه؟ الجودة لا تأتي من التفكير السلبي والكسل، ولكنها تأتي من الأعمال اليومية الإيجابية. يعني أنا كنت كلمتك قبل كده اللي أنت لازم يكون ليك روتين يومي عشان تقدر تطور من نفسك. انت في مصر او بره مصر او في اليابان او في اي مكان في الدنيا، لو ما اتطورتش وما حاولتش ان انت تطور التفكير بتاعك، يبقى شيء غير مقبول تماما اللي انت تتعايش مع الحياة، ودايما هتحس ان الدنيا سودة عليك لوحدك. انا لو كنت انت جيت لي من شهرين وكنت رحت سألت صحابي عليا اللي بيقعدوا معايا ايام ما كنت ما بعملش حاجة غير ان انا بشتكي بس، ما كانش في حد بيحب يقبل مني كلام. لكن لما ابتديت اقرا وابتدت الفرصه ان هي تجيلي ان انا اتعمق اكتر، وابتديت ان انا اصنع محتوى، ده غصب عني خلاني اقعد اقرا في الحاجات اللي انا بتكلم فيها عشان اقدم لك جوده نظيفه، حاجه تقدر تطور بيها من نفسك. انا كمان مش بنصحك بس، انا يمكن فكره المحتوى اللي مخلينا استمر لحد دلوقتي ان كل فيديو انا بعمله انا بنصح بيه نفسي قبل ما بنصحك بيه، والموضوع ليه اثر ايجابي كبير في حياتك وفي طريقه تفكيرك وفي كل حاجه انت بتفكر فيها. فهو الموضوع مش مقتصر انت فين، هو الموضوع مقتصر اللي انا بوصل لك رسالة اللي انت ابتدي اعمل حاجة لنفسك، طور من نفسك عشان تقدر توصل لنتيجة. الدنيا صعبة مش سهلة، بس بنحاول وهنفضل نحاول. لو مش هتحاول خليك زي ما انت وعيش على التفكير اللي في دماغك، بس مش هتوصل لنتيجة صدقني. يلا سلام.